هقول ما لم اقله من قبل. في صلة رحم اصلا الحقيقه كان المشروع ما كانش بتاعي، يعني كان الفكره للكاتب الاستاذ احمد محمود ابو زيد، ولم يحدث توافق ما بين كل الاطراف المشاركه في العمل، وكانت الفكره عن تاجير الارحام بس مدايركشن غير الذي شاهدناه تماما على صلة رحم. هم تواصلوا معايا شركه الانتاج الاصدقاء، وكان تامر وقتها على المشروع. كان تامر على المشروع واياد نصار على المشروع. الحقيقه انا بحب اياد جدا، كان احد المغريات ان انا اشتغل في المسلسل، والاهم المشروع بالنسبه له كان بالنسبه لي حلو. يعني فكره تاجير الارحام انا بحب الحاجات دي، الله ده مواضيع بتجيب مشاكل. انا الله كنت يعني قريت ومهتم بالموضوع، يعني شاغل بالي بشكل او باخر، بس الصراحه ما كانش وقتها خد شكل هعمله ازاي. فلما جم اتكلموا معايا على المشروع عندنا كذا، كتبت المعالجه، وانا نفسي اوقات كتير بحس ان المشروع ده حلو. من اول درافت في المعالجه كنت متحمس ليه وعجبني، وانتجنا المشروع الحمد لله كان مرضي جدا بالنسبه لي. صلة رحم من احلى المشروعات اللي بحبها، وكمان نقديا وجماليا كان فيه بشكل ما كويس جدا. حاجه قاعده في الدين بتقول ان الضرورات تبيح المحظورات.